انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 للمونديال بتقدم المنتخب المصري. أنا مش مصدق نفسي، الدقيقة 75 ومصر متقدمة 2 على الأرجنتين. شو يعني وليدي، شو يعني ما في نهار واحنا جالسين لكم من نقل. هيشد روحكم ليه؟ البلغة سجلت تعادل الأرجنتين، الأرجنتين عادت من الموت. أتعبتني يا ليو، أرهقتني يا ليو، كلما قلت مستحيل يا جماعة، قسما بالله مستحيل ريمونتادا أرجنتينية على مصر. مستحيل يا جماعة، قسما بالله ليونيل ميسي. الهدف الثالث في آخر دقيقة. انا بفضل ان منتخب المغرب يخرج من البطوله، مش عشان انا عندي مشكله مع المغرب او في مشاكل او الكلام ده كله، لا، عشان نبقى خرجنا كلنا. لا شيء. سيناريو بالحرام، اقسم بالله سيناريو بالحرام. اقوى ريمونتادا بتاريخ كاس العالم، سيناريو بالحرام. الارجنتين عاد بريمونتادا تاريخيه قدام مصر، قتلوا احلام مصريه 3-2. قلت لكم غتيقوا بيا صاحبي، انا مشيت جبت حمار كحل دابا وانتم واش مسطين، قلت لكم ما غيدوزوش. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. اركبوا الطائرة وعودوا إلى القاهرة يا مصاري، فقد صنعتم التاريخ. أي متعة ننتظر؟ عن أي نقاش سأعلق؟ عن أي الأسماء سأتحدث؟ الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح. كور بتاعتنا، هجمة لينا، يحسب عليك فاول. زي أي لمسة، أي حد يقرب من ميسي فاول أو إنذار. إنا لله ودعمت. رب يكون فيها حاجة، رب يكون فيها حاجة. في ضربة جزاء، والله ضربة جزاء. من الفار الرسمي عشان لا تدعي المظلومية ويقول احنا مظلومين. من الفار الرسمي شوفوا ايش قالوا عن اللقطات، الحكم ما اخطأ في اي لقطة. حرام 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 يا مصر، حرام يا حرام يا مصر، متقدمين 2-0 اخر 10 دقائق. في المنتخب المصري دقيقة 80 رابح 2-0 ضد الأرجنتين، وهما رابحين 2-0، ولو الجوالات متاع مصر يمشيو هكا. يا فرحة ما تمت يا مصريين، يا فرحة ما تمت. اركبون في العمارية. المغاربة اللي طالعين شمتانين ويقول لك انتوا خسرتوا ومش خسرتوا. البوسنة والهرسك أنا السبب فيه. يا شاسرة ما كان والو مصر. ما كان والو، على بالي باللي فرحتوا. بابا واحد الماتش ما تقولي لا اربيتراج لا والو، كاين ميسي اللي ما يخدموش معاهم غير يشوفوهم سيري واحد بحال هذيك ليكيب يشوف كاع الافارقه يخسروا دوزيام ميطو. السينيغال مصر كاينه غير واحد البلاد ما تخسرش دوزيام ميطو، عرفتوا واش شكون؟ الياس هو الياس وحسان ايه السيناريو ده؟ ايه السيناريو ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ خلاص احنا كنا قلعنا ملط هنا، احنا كنا بنحتفل. عشمتونا قوي يا جماعة، عشمتونا قوي. شوية غلطات بسيطة ضيعت يعني احسن حلم الواحد حلمه من يوم ما اتولد تقريبا. عارف ايه اللي يقهرك؟ ان هي كانت قريبه وانا قعدت احلم يا اخي بعد الهدف الثاني في الدقيقه 82 وقلت لسه بقول اخر 10 دقايق واهم 10 دقايق في حياتكم. بوم. اداء كان مشرف جدا، مشرف، في المباراه كانت صعبه وما قدروا ينتزعوا منا الفوز بسهوله، وهذا لحاله فخر. عودوا الى القاهرة، لا نريد شيئا. عودوا الى القاهرة ولا ريمونتادا داروا اليوم منتخب الارجنتين يا صاحبي. يلا يبكي يا ولد يبكي. علاش المغرب ما كيتقارنش نهائيا مع الدول الافريقيه؟ رسميا المغرب هو الوحيد والأوحد الذي يعبر إلى ربع نهائي مونديال 26 من ضمن كل الدول الإفريقية والعربية والأمازيغية. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. باي باي مصر إن شاء الله.
ان شاء الله داروا اليوم الريمونتادا اللي ما يمكنش الخوش بالرجولات. احبابنا تبارك الله عليكم، ناموسه وقاموسه، ناموسه وقاموسه. شتي اقسم لك بالله انا نقول لكم جماهير المغربيه باش تعرف هذه المساله هذه. شتي بربي وكندازوا والتقسيمه حنايا ضد فرنسا كانوا غادي يديروا الفيشطه. المغاربه احنا خسرنا بس احنا كسبانين بيكو، احنا معاكم قلبا وقالبا. صار صدمة في 10 دقائق بالضبط يحول النتيجة من 2-0 ل 3-2. كل المباراة ما عندهم أي هجمة. كرة القدم اليوم كانت قاسية وقاسية جدا مع منتخب مصر. منتخب مصر قدم مباراة للتاريخ، كان قريب جدا من الفوز والتأهل على حساب بطل العالم منتخب الأرجنتين. والعرب والأفارقة راه والله كأس العالم ما سهل، راه والله مواجهة منتخبات كبيرة وتبقى شاد معاهم الريتم 90 دقيقة كاملة أو 120 دقيقة كاملة وفي الاخر تقصيهم، راه ماشي شي حاجة اللي سهل. منتهى الأمانة مش قادر ما ازعلش، وفي نفس الوقت السيناريو اللي خرجنا بيه كان قاسي قوي، متقدم 2-0 وفاضل 10 دقايق على النهاية. ما تحير لك ما تغيب لك ما والو، يلعبوا كونتر ميسي عادي جدا، ما تجيك بيزار ما والو، كانوا رابحين زوج ومن بعد بصح نعملوا يلعب مع هذا البرغوت. هذا البرغوت كون يديروا تورنوا في جهنم يديها ويربحها نورمال. والله العظيم حرام، اقسم بالله العظيم حرام. كاسبين الارجنتين 2-0 لحد دقيقة 75 وما يجيبوا 3 اجوان في ربع ساعة. الله يخرب بيت الكورة، الله يخرب بيت الكورة يا شاب. شوف القهر والله العظيم انها قهر. باقي 10 دقائق 10 دقائق من 2-0 يقلبها 3-2. الرجعة تغيظ، الرجعة توجع القلب، والله العظيم الرجعة توجع القلب. من 2-0 وهدف ملغي إلى 3-2 للأرجنتين، والله العظيم وجع قلب. والله العظيم سبب خسارة مصر اليوم هذا المدرب. ريقك ماشي صح يا حبيبي، أمورك طيبة، متقدم 2-0، تلعب بالتشكيلة ليه تلعب بالتشكيلة؟ الله يرحم والديك، ليه تلعب بالتشكيلة؟ عمر في 4 دقائق فقط صنع هدف تقليص الفارق وسجل هدف التعادل. الأرجنتين في آخر الدقائق تسجل هدف الفوز 3-2 وتنتهي المباراة. ريمونتادا تاريخية في 10 دقائق، مصر قدمت مباراة للتاريخ. خوتي والله سيريو، اسكو هذا اللي داره ميسي اليوم كونتر مصر، اسكو يبان لكم هذا الجوار عنده 39 عام، واسكو يبان لكم بلي هذا بنادم؟ خاطر شادار باس وبوت وشغل ضيع بين دارهم. نزيدكم حاجه، ما يماركيش بينالتي، لا بينالتي تحبسهم. مصر خارج بطولة كأس العالم. مستحيل مستحيل مستحيل. ليونيل ميسي بريمونتادا يا رجل، كيف عملها؟ المنتخب المصري الشوط الثاني اللياقة عنده انتهت. ما الحكم ما سوى اي غلط. هذه هي اللقطات امامكم، شوفوا ما في اي شيء، ما فيها اي شيء. ويدزوا في صدورات بعضهم على الارجنتين. الارجنتين تقضي على المنتخب المصري بالضربة القاضية، باش المصريين المرة الجاية ما عادش يمشوا المشي هذيك نتاع دقيقة 80. ايه السيناريو ده؟ ايه السيناريو ده؟ والله العظيم ماتش، والله العظيم يعني انا مش عارف اشكر لعيبه المنتخب ازاي، بس يعني ماتش يعني حلو حلاوه، واحبطت احباط في الاخر هتجنن. انا قلت خلاص احنا كسبنا. يعني ما كناش نتمنى، يعني ما كناش عارفين ان احنا ممكن نوصل لهنا، بس ليه ما نكملهاش؟ يعني شويه غلطات تافهه ملهاش قيمه في الدنيا، حاجات انت قاريها المفروض ان هي تحصل دلوقتي. الواحد ما فيش ثانيتين بيقول حسام عبد المجيد لازم ينزل، جون دخل. طب حسام عبد المجيد لازم ينزل، جون تاني دخل. هذا هو اللي غير المباراة. في 80 دقيقة ميسي كان بيلعب في العمق، والمنتخب الأرجنتيني يا أخوان كان بس بيلعب كرات على الأرض. ولكن نقطة ضعف المنتخب المصري كلنا نعرفها هي الكرات الطولية. فإيش سوى سكالوني رجع ميسي للجناح اليمين، وبعدين خلى روميرو يتقدم لقدام عشان روميرو يستقبل الكرات الطويلة والكرات العرضية. ومن بعد اللي سواه هذا في 10 دقائق بالضبط المنتخب مصر استقبل 3 أهداف، وكل ال3 أهداف من كرات عرضية. كانوا متقدمين فرق هدفين، بس لما يكون خصمك ليونيل ميسي، لما يكون خصمك الأسطورة ليونيل ميسي، ما فيك تغفى عن المباراة ولو ثانية واحدة. تفاصيل صغيرة جدا فرقت مع منتخب الأرجنتين. ليونيل ميسي صنع، ليونيل ميسي سجل، ومنتخب الأرجنتين قتل منتخب مصر بالثواني الأخيرة وسجل الهدف الثالث، وقدر ينتصر بمباراة كانت صعبة جدا على منتخب الأرجنتين. المنتخب الوطني المغربي بين العرب وبين الأفارقة ولا وهمهم أن كأس العالم شي حاجة اللي سهل. راسنا دابا ما صرف. تخيل صاحبي الدقيقة 77 ولا ما عرفت 78 وانت رابح بفرق 2 ديال البيوتا وكتقسم المسابقة. انا متاكد كون كان المنتخب الوطني المغربي في الحالة هذه كان يزيد هدف الثالث ماشي غادي يخرج من المسابقة. ميسي شو عملت؟
ميسي شو عملت اقسم بالله سيناريو ابن حرام. مصر على وشك 10 دقايق كانت 2-0 اصبحت 3-2. يا الله مش عارف افرح ولا ازعل. ليه السيناريو ده؟ ليه كده؟ كنا نخسر من الاول وخلاص. ليه السيناريو ده؟ ليه اخسر كده انا؟ لعيبه رجاله بس هذه أسوأ سيناريو ممكن تتخيل. يا ليتها انك طالع من بدري، يا ليت الارجنتين متقدمه 2-0 3-0 من بدايه المباراه. تحط احلام تحط طموح يا اخي، ليش يا اخي؟ كتحبكم هذا كاس افريقيا تمركي جوج بيوت وتبقى كطيح وتلوى في الارض وتضيع على وقت، والحكم معك والزئبق الاحمر معك ويعطيك حمراء ويعطيك بيلانتي وضيع وما يزيدلكش الوقت. لا عمي، هذا راه كاس العالم. مشيت انا الناس كلشي كيعيطوا، الوالد قال لي فين هو مشك، قلت لي ها هو جايب معاه الترس هذاك كحل حمار كحل، صيفطناهم في قفه مقطعه. معليش موسى صلاو فيه الجماهير نتاع اكاديم ودار لهم حركه الله يرضي فيه، وكان موسى ما احترمش الشعب المغربي. في الندوه الصحفيه دار عنده واحد الصحفي قال له 50 سنه ما خدتوش كاس افريقيا. المغرب بتاع عربية تاع رابط هو سيدهم، المغرب بالعربية تاع رابط هو ملك افريقيا، المغرب بالعربية تاع رابط هو بعبع افريقيا، المغاربة هم اسياد افريقيا. الكاس ان شاء الله للمغرب، احنا معاكم قلبا وقالبا، احنا زعلانين بس مبسوطين ان كنتم موجودين. والله ما فهمت انا حاجه، كنت رابح 2-0 ورات لك روحك مانيش فاهم، بان لك ربحت الماتش نورمالمون. شوف يسي في لاربيتر وما قلتلكش روحك الماتش، حتى تدخل لي فيستير باش تقول صاين ضمنت الماتش، تلعب مع ميسي الحاج. بس اللياقة الذهنية واللعب على مدى 90 دقيقة هذا الشيء ما موجود. الأرجنتين المحظوظة أكثر منتخب محظوظ بالتاريخ ورب الكعبة. بينالتي يتحبسهم هو يا كوفرون يا بيت في اللعب في الجو، ما يماركيش بينالتي يحبسها. بارتيا كي دايره باش المرة الجاية تتعلموا كي يزفر الحكم دقيقة 90 وفات البارتي، الوقت هذاك تمشي لي كالمشية، مادام ما زفرش ملا الأرجنتين يا بابا. ماشي مشكل، خيرها بغيرها، حنا عارفين ان لافوت ماشي ديالكم ديال المغرب. صحابكم كاس العالم راه سهل، وخلاكم تحسوا على ان كاس العالم راه سهل، وهي النتيجه دابا. يلا عودوا الى مصر، لا نريد شيئا.